ها وابتدت الإجازة، وابتدى فيها النوم طول النهار والسهر طول الليل والأكل اللي ما منه فايدة. ولا شو رايك يا موزة ويا حصة ويا لولو؟ أنا متأكدة أنكم بتقولوا لي نحن نبغى نرتاح والإجازة للراحة. من حقكم، وانتوا عارفين شو أضرار السهر. أول شيء جسمك ما راح يرتاح، ثاني شيء بتتعبين لين ما ترجعين للسيستم العادي خلال الأيام العادية. عشان كذي لازم تنظمين نومك. لكن شو رايكم نستغل الإجازة هذه بشيء مفيد؟ سوي لنفسك جدول ممتع في إجازة الصيف. مثلاً ممكن إنك تخترعين لك طبخة جديدة، أو تقرين كتاب جديد وتتنوعين في قراءته، أو تزينين وتغيرين ديكور غرفتك. وبعد لا تنسين بإمكانك إنك تطورين بمهاراتك وتبحثين شوي في النت عن مهارات جديدة. يوم مع الأصدقاء، يوم مع الأهل، يوم نساعد أمنا. بهالشكل بتقدرون تستفيدون من الإجازة كاملة. ولا شو رايكم؟